65 مليون سنة اصطدم نيزك يزن 1000 بليون طن بالأرض وقضى على الديناصورات. اصطدام من هذا النوع قد يحدث مرة كل 100 مليون عام. يبحث علماء الفلك عن أجسام من هذا النوع قد تشكل خطرا على كوكبنا، لكن نيزكا صغيرا بطول عشرات الأمتار قد يدمر مدينة كبيرة بحجم نيويورك، والنيازك من هذا الحجم قد تضرب الأرض في أي وقت، وحاليا لا يمكن تلافي أو منع اصطدام من هذا النوع. إنه سيناريو مرعب. 1000 بليون طن من الصخور في مسار اصطدام مع الأرض، تهرول في مسارها بسرعة 80,000 كيلومتر في الساعة نحو الأرض، وتصطدم بها بقوة 300 مليون قنبلة نووية. إنها قوة كافية لمحو كل إنسان على وجه الأرض. هذا ليس كابوسا بل حقيقة واقعة. منذ 65 مليون سنة اصطدم نيزك بهذا الحجم بالأرض. ومسح الديناصورات من سطح الكوكب. قد تمر 10 ملايين سنة قبل أن يحدث اصطدام مروع آخر، لكن نيازك أصغر حجما قد تصطدم بالأرض في أي وقت وتحدث دمارا كبيرا. منذ نحو 50,000 سنة ضرب نيزك منطقة صحراء أريزونا فنشر 175 مليون طن من الصخور في الهواء. بلغ قطر فوهة الاصطدام حوالي 1.5 كيلومتر وبعمق 175 مترا. لكن الغريب أن نيزك كانيون ديابلو لم يتجاوز قطره 40 مترا، أي بحجم طائرة نفاثة صغيرة. هناك الكثير من هذه النيازك الكبيرة الحجم، وأي منها قد يصطدم بالأرض بشكل دوري في غضون عدة مئات من السنين. أحد العلماء من جامعة شمال أريزونا يعتقد أن فوهة الاصطدام تركت لنا رسالة. إنه البروفيسور تيد بانش. أحداث كهذه صغيرة قد تحدث في أي وقت، وقد تحدث أضرارا هائلة. لقد مزقت الحرارة الشديدة صخور الصحراء الرملية. هذا حجر رملي من نوع كوكونينو وهو بحالة جيدة، وهذا حجر آخر من النوع نفسه، لكنه تعرض لصدمة مروعة، ربما لحرارة تزيد على 1600 درجة مئوية ولضغط هائل. فنرى الفرق بين الحجرين. كان هذا الحجر قبل الاصطدام مثل هذا. تخيلوا ذلك يحدث اليوم. ماذا سيترك نيزك بطول 40 مترا من أثر في مدينة مثل نيويورك؟ لو ضرب هذا النيزك حي مانهاتن سيصاب 80% من السكان بجروح خطيرة أو يموتون، حتى إن كل أحياء نيويورك ستتأذى بسبب الحرارة الشديدة وقوة الصدمة والارتجاج الذي يحدثه، بحيث تتضرر معظم المباني. كل شيء ضمن نصف قطر يبلغ 8 كيلومترات سوف يمحى ويتداعى. منذ أن وجدت هذه النيازك وهي تصطدم بكوكبنا، إن مفتاح التدمير الذي تحدثه يكمن في كتلتها والسرعة الهائلة التي تصطدم الأرض بها. عندما يتوجه نيزك نحو الأرض يكتسب قوة كامنة هائلة وسرعة عالية مثل السيارة المسرعة. كلما زادت سرعة السيارة زادت قوتها الكامنة، مع أن كتلتها تبقى ثابتة. عندما تصدم السيارة المسرعة حائطا لا تتوقف فجأة. كل القوة الكامنة تتحول إلى قوة تفجيرية. فالاصطدام يولد حرارة تلوي الحديد
وتكسر البلاستيك وتحطم الزجاج. يتصرف النيزك بصورة مطابقة للسيارة عندما يصطدم بالأرض، فبسبب سرعته العالية التي تتجاوز 80,000 كيلومتر في الساعة يصبح الانفجار أقوى بما لا يقاس. أما في أريزونا فالشواهد تدل على أن تأثير الانفجار تجاوز حفرة سقوطه لمسافة 10 كيلومترات، وتطايرت الصخور المسحوقة بفعل الاصطدام. لدينا هنا شظايا الصدمة هذه، وهي فتات الصخر الأسود المحترق، وتوجد عشرات الآلاف منها هنا. في هذه المنطقة بالذات تطايرت هذه الشظايا لمسافات بعيدة وبسرعات عالية، بلغت 3 أضعاف سرعة الرصاص المنطلق من بندقية. فإن كان هناك حيوان متواجد في هذه المنطقة وفاجأته آلاف الشظايا هذه، فسوف يقتل على الفور أو يشوى حيا. شظايا الصدمة هذه هي البرهان على أن نيزكا ضرب المنطقة، وربما أفاد عن نيازك سابقة سقطت كذلك. وجد صيادون متحجرات في ألاسكا بقايا أنياب لحيوانات الماموث الضخمة ذات الشعر. إنها منقطة بما يعتقد أنه شظايا صدم نتجت عن سقوط نيزك منذ 34,000 عام، أي الوقت الذي تناقصت فيه أعداد الحيوانات بشكل لافت. ينقب الدكتور ريتشارد فايرستون في العديد من الأنياب المتحجرة بحثا عن دليل. لقد فحصنا العديد من هذه الأجزاء، وجميعها أظهرت توقيع سقوط نيزك. إنها غنية بالحديد والنيكل، وهذان مكونان رئيسيان للنيازك. هذا دليل قوي على أن هذه الحيوانات الضخمة ذات الشعر قتلت نتيجة اصطدام نيزك بالأرض. كانت قوة الصدمة هائلة جدا. أطلقنا النار على ناب حيوان الماموث، وما حصل هو أن الرصاصة ارتدت ووقعت جانبا، لم تنفذ الرصاصة من الناب. تبلغ سرعة رصاصة البندقية 950 كيلومترا في الساعة، وهي لا تقاس بسرعة النيزك. كي تتمكن هذه الشظايا من اختراق أنياب الماموث، يجب أن تتحرك بسرعة عشرات الكيلومترات في الثانية. قتل ماموث فايرستون بحادثة اصطدام نيزك بالأرض منذ 34,000 عام. إن شظايا الصخور المحترقة التي وجدت في أنياب حيوانات الماموث تثبت أن نيازك أخرى اصطدمت بالأرض، والشواهد تكشف أنها لم تقتل الحيوانات فقط، فالبشر قتلوا كذلك. منذ 13,000 عام عرفت أمريكا الشمالية عصرا جليديا. كانت هناك حيوانات عملاقة كالدببة، وحيوانات الماموث ذات الشعر تجوب تلك المناطق. كانت قبائل كلوفيس البدوية تعيش إلى جانبها. ثم توقفت سجلات الأحافير، واختفت العديد من الحيوانات العملاقة فجأة. ما الذي تسبب في اختفائها الغامض؟ كذلك حضارة الكلوفيس اختفت هي الأخرى من سجلات الآثار. اختفت حضارة وشعب بكامله من دون مقدمات. هل كانت المجاعة أم المرض؟ قد يوجد الجواب في أحد كهوف شمالي أوهايو. على عمق 9 أمتار اكتشف عالم آثار من جامعة سنسيناتي دلائل على كارثة طبيعية قديمة. كان تانكرزلي وفريقه ينقبون في طبقة محترقة من التربة تعود للفترة التي اختفى فيها حيوان الماموث وقبائل الكلوفيس. بالنسبة لعلماء الآثار، هذه الطبقة الغنية بالكربون وتدعى الفراش الأسود تشير لحريق هائل، وهي دليل على كارثة طبيعية مدمرة. تحت هذه الطبقة توجد بقايا لحيوانات هائلة الحجم، لكن فوقها يكاد لا يوجد شيء. هذه الطبقة تكونت فجأة وبسرعة هائلة. تحتها توجد دلائل لشعب كلوفيس، لكن فوقها لا يوجد أي أثر له، والسر هو ما حدث في ذلك الوقت. أية كارثة نتجت عنها هذه الطبقة السوداء؟ يبحث تانكرزلي داخل هذه الطبقة السوداء، ويميط اللثام عن عظمة خنزير بري يعرف باسم بيكاري. هذه العظمة لم ترى الهواء منذ 13,000 سنة.
تظهر العظم أنها تعرضت لحريق ضخم عالي الحرارة. نعلم أن هذا العظم لم يطبخ، فهذه الحيوانات كانت ضخمة جدا أكبر مني، ولسلخ عظام حيوان أكبر من الإنسان يحتاج الأمر لبضعة أيام، وواضح أن هذا النوع من الحريق كان شديدا وسريعا وخاطفا. هل كان الحريق نتيجة اصطدام نيزك بالأرض؟ إذا وقع هذا فهناك دليل مفقود في هذه الأحجية، إذ لا يوجد أثر لفجوة تبين مكان وقوع النيزك، وهذا يقود إلى احتمال مغلق. هل يمكن لنيزك أن يبيد حضارة بأكملها من دون أن يترك أثرا؟ منذ 50,000 سنة سقط نيزك صغير بلغ طوله 40 مترا في صحراء أريزونا، وترك فجوة في مكان سقوطه. إن نيزكا بهذا الحجم قد يدمر مدينة كبيرة بالكامل. هذه ليست المرة الأخيرة التي تصطدم فيها النيازك بكوكب الأرض. بدأنا نكتشف أن الأرض معرضة للكوارث أكثر بكثير مما كنا نعتقد ونتخيل. أحد هذه الأحداث المروعة لم يترك وراءه أثرا ظاهرا. وجد عالم الآثار كينتان كيرزلي طبقة سوداء، وهي دليل على أنها تعرضت لحرارة عالية جدا تعود ل13,000 سنة. إنه وقت اختفاء شعب كلوفيس، أقدم الشعوب التي عاشت في أمريكا الشمالية. هل المسؤول عن اختفائهم هو أحد النيازك التي اصطدمت بالأرض؟ إن الأبحاث الأخرى التي أجريت في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة أظهرت الطبقة المحترقة ذاتها وتعود للتاريخ نفسه. الدكتور ريتشارد فايرستون يتفحص هذه المواقع. وجدنا المواد ذاتها حتى السواحل الشرقية في كارولاينا، ومن تكساس إلى أريزونا إلى مانيتوبا وألبرتا. يعتقد فايرستون أن تلك المواقع مترابطة. الطبقة السوداء المحترقة نجمت عن انفجار ضخم واحد. هناك موجات الصدمة، وهي المواد التي تتطاير من موقع الاصطدام وتنتشر في بقاع عديدة بسرعات عالية، محدثة خرابا ودمارا هائلين. هل نتج هذا الدمار كله عن نيزك؟ لاختبار هذا الاحتمال يتفحص فايرستون الطبقة السوداء، لكن كل العينات التي درسها تحمل التركيب ذاته. تركيبة هذه العينات تتألف من معدن التيتانيوم وذرات الماس. هذه البصمة الكيماوية لا توجد عادة في معادن الأرض، فأغلب الظن أن الجزيئات السوداء جاءت من الفضاء. هذه المعادن لا توجد إلا في النيازك في الفضاء الخارجي، ولا توجد على الأرض. إن التحاليل الكيميائية كانت ضرورية، لكن كيرزلي يريد أن يتأكد أكثر. عاد إلى كهوف شيريدان في أوهايو ليأخذ المزيد من العينات. في جامعة سنسيناتي فحص العينات تحت مجهر إلكتروني لدراستها بدقة أكثر. كبر كيرزلي العينة الصغيرة 10,000 مرة، فوجد دلائل تؤكد حادثة اصطدام نيزك بالأرض. إنه الألماس المتفجر. ما نجده هنا دلائل على حدث كوني رهيب، فالألماس المتفجر لا يحدث إلا نتيجة اصطدام هائل بين الأرض ونيزك ضخم أو ذيل مذنب. يبدو الاحتمال الأرجح أن اختفاء شعب كلوفيس منذ 13,000 سنة كان سببه اصطدام نيزك بالأرض. إن اصطدام النيازك بكوكب الأرض عبر التاريخ حدث مرات عدة أكثر مما يمكننا تصوره. بالنسبة للتاريخ الجيولوجي 13,000 سنة تعني نهار أمس، لكن يساورنا الاعتقاد نحن الذين نعيش على كوكب الأرض حاليا أن الأمر لم يحدث لنا، لكن الحقيقة هي متى سيحدث ثانية. لم يكتشف أحد فجوة اصطدام النيزك بالأرض في هذه الحادثة بالذات، والسؤال هو كيف يمكن أن يحدث اصطدام بهذه الضخامة ولا يترك أثرا؟ تتألف النيازك من صخور معادن وحطام وبقايا نتجت عن تكون النظام الشمسي منذ 4.5 مليار سنة.
تدور الآلاف من هذه النيازك حول الشمس قرب مسار الأرض، بعضها بحجم جبل كبير وبعضها لا يتجاوز حجمه ذرة غبار. لكن حجم النيزك الذي أنهى وجود شعب كلوفيس ما زال مجهولا، لكن أحد العلماء يعتقد أنه وجد الجواب. بدأ البروفيسور بيتر شولتز من جامعة براون بمعلومة هامة، وهي أن حضارة كلوفيس انتهت أثناء العصر الجليدي. منذ 13,000 سنة كانت أمريكا الشمالية مغطاة بالجليد بسمك حوالي 1.5 كيلومتر جليدي لورنتاين. والسؤال هو ماذا حدث للجليد عند اصطدام النيزك به بدل أن يصطدم بالأرض؟ يشك شولتز باحتمال أن يترك النيزك فجوة لدى اصطدامه بالجليد، لكنها تزول في نهاية الأمر وتخفي أثر الاصطدام. هناك طريقة لمعرفة ذلك، وهي بإجراء تجربة في المختبر لإحداث فجوة وجعلها تختفي. هل ستكون من الكبر بحيث تبيد شعبا وحضارة بكاملها في قارة كاملة؟ إن إمكانية اصطدام النيزك بالأرض في منطقة يغمرها الجليد احتمال قائم كأي مكان آخر. يختبر شولتز نظريته باستخدام بندقية من نوع خاص ذات مدى عمودي في مختبر أميز للأبحاث التابع لوكالة ناسا خارج سان فرانسيسكو. هذه البندقية الفريدة يمكنها إطلاق رصاص تصل سرعته ل21,000 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة تقارب سرعة النيزك الحقيقي. على شولتز أن يوجد نسبة سمك الجليد وكذلك النيزك ليحدث الدمار المطلوب، لكن من دون أن يترك حفرة. استخدم لهذا الغرض كرة من الزجاج بدل النيزك وصفيحة جليد بسمك 13 ملم. وستدل التجربة شولتز على مقدار الدمار الذي يحدثه نيزك بطول 800 متر. لدينا طبقة من الرمل بسمك 2 سنتيمترين، وسنطلق عليها قذيفة قطرها حوالي 3/4 سنتيمتر. هل ستخترق قذيفة هذه الطبقات؟ إن الغلاف الجوي للأرض لديه معايير خاصة. يحاكي شولتز الغلاف الجوي بملء الغرفة بغاز الأرغون. ستطلق البندقية القذيفة بسرعة تناهز 6 كيلومترات ونصف في الثانية، وهي تقريبا تعادل سرعة النيازك. في كل مرة نجري فيها تجربة نتعلم شيئا جديدا. أحب المفاجآت، وهنا لدينا بالتأكيد. هل يمكن لنيزك أن يكون من الصغر بحيث لا يترك حفرة لكنه يكفي لتدمير أماكن واسعة من أمريكا الشمالية؟ إنه سؤال ملح ويحتاج لجواب. إن النظام الشمسي مليء بالنيازك الصغيرة. خلال آخر عصر جليدي منذ 13,000 سنة قد يكون أحد هذه النيازك قد أحرق أجزاء كبيرة من شمال أمريكا، لكنه لم يترك حفرة تنبئ بحدوثه. يحاول العلماء تفسير كيف يمكن لنيزك أن يكون كبيرا بما يكفي ليمحو حضارة شعب بأكملها. يحاول بيتر شولتز باستخدام البندقية العمودية في تجربته معرفة ماذا يحدث عندما يصطدم نيزك بطول 800 متر بجليد سمكه 1.5 كيلومتر. لابد أن ذلك موجع حقا. هل رأيتم؟ انظروا ما حدث للمواد. لابد أن الأمر موجع. دخلت كرة الزجاج غرفة التجربة بسرعة 20,000 كيلومتر في الساعة. عندما اصطدمت بالغاز الذي يحاكي جونا اشتعلت ثم انفجرت. اصطدمت كرة من نار بطبقة الجليد. لا يمكنك تدقيق النظر بسبب السرعة الخاطفة التي تمت بها التجربة، فالكرة انطلقت بسرعة أسرع من الصوت بكثير. أعطت التجربة شولتز فكرة عما حدث قبل 13,000 سنة عندما ضرب النيزك شمال أمريكا. نحن نتحدث عن حرارة الشمس، فالأشياء هنا ربما كانت تحترق بسبب الحرارة العالية التي يحدثها الاصطدام. والرياح كانت تهب بسرعة طائرة بوينغ من طراز 747. إنها تكنس كل ما يقف في طريقها. 47. إنها تكنس كل ما يقف في طريقها. إنها تدمر كل ما كان من أشكال الحياة.
أظهرت التجربة أنه عندما يصطدم نيزك بطول 800 متر بطبقة من الجليد بسمك 1.5 كيلومتر تكون النتائج مدمرة. لا توجد حفرة، لا يمكن معرفة أن الاصطدام حدث. دعوني آخذ بعض القطع. هنا وقع الاصطدام لأن هناك فجوة كبيرة، ولو لم يكن الجليد موجودا لوجدنا حفرة عميقة هنا. فعندما يذوب الماء لن يكون بالإمكان معرفة ما حدث. في الحقيقة إن الأمر مذهل للغاية. هذا مذهل حقا. آثار ما بعد الاصطدام قد تكون امتدت حتى أوروبا، لكن النيزك لم يترك أثرا على الأرض. كل ما يلزم هو نيزك بطول 800 متر لإحداث هذا الدمار، وربما ترك حفرة بطول 32 كيلومترا، لكن عندما ذاب الجليد اختفى الدليل. إنها جريمة فضائية كاملة. قد يكون النيزك الذي أباد حضارة شعب كلوفيس بطول 800 متر. ويقدر العلماء عدد النيازك التي تدور في مسارات قريبة من الأرض، والتي يوازي حجمها حجم ذلك النيزك بحوالي 1000 نيزك. لذلك قرر العلماء درس ظواهر اصطدام أكثر حداثة لتقدير حجم تلك النيازك والأضرار التي قد تخلفها. آخر نيزك ضرب الأرض كان في منطقة تونغوسكا في سيبيريا في 30 من شهر حزيران يونيو عام 1908. انفجر نيزك فوق تونغوسكا في سيبيريا بقوة 1000 قنبلة ذرية. على أن تونغوسكا كانت بعيدة جدا، واستغرق وصول العلماء إليها 19 سنة لإرسال بعثة لدراسة ما حدث. أحضر الفريق العلمي معه معدات المسح لتسجيل الدمار الحاصل. اقتلع الانفجار وأحرق آلاف الأشجار على مساحة بلغت 2000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة مدينة أوكلاهوما مرة ونصف، وقد سويت بالأرض تماما. لا توجد حفرة، لقد انفجر النيزك قبل ارتطامه بالأرض، لكن حجم النيزك ظل لغزا محيرا. لكن في الخمسينيات والستينيات حاول أحد العلماء تقدير حجمه باستخدام المعطيات التي حصل عليها من التجارب النووية. يقدر بعض العلماء أن طول نيزك تونغوسكا يبلغ حوالي 200 متر، لكن تقديرات أخرى قلصت طوله حتى حدود 60 مترا. عام 2007 أعاد العالم الدكتور مارك بوزلو المعطيات مستخدما جهاز كمبيوتر فائق الدقة، وهو يعتقد أن النيزك كان أصغر من ذلك بكثير. اعتقد معظمنا أن النيزك اخترق الغلاف الجوي حتى ارتفاع 8 كيلومترات، ثم انفجر بقوة ما بين 10 و20 ميجا طن. لذا يمكننا معرفة سرعة الريح والحرارة الناتجة عن الانفجار وقوته، والملاحظات التي دونت تؤيد ذلك. استخدم بوزلو المعلومات القديمة المتوفرة وأعاد تمثيل الانفجار على الكمبيوتر. هذا يمثل النيزك، وقد أعطيته قوة 5 ميجا طن، ثم أحدثت انفجارا كبيرا. تحصل على هذه الكرة النارية التي تتضخم بعد 2 أو 3 لتصبح بحجم 3 ل 5 كيلومترات، وتدفع أمامها موجة الصدمة هذه التي تقتلع الأشجار، والحرارة تفوق درجة الغليان وتقترب من درجة حرارة تذويب الصخور. لكن هذه النظرية تفترض أن الانفجار النووي واصطدام النيزك بالأرض متماثلان، لكنهما ليسا كذلك. فالسلاح النووي ينفجر من نقطة ثابتة، لكن النيزك يختلف في أنه يتحرك بسرعة هائلة، لذا عندما ينفجر تبقى الطاقة التي يفجرها تتحرك بسرعته وتدمر كل ما يقف في طريقها. عندما يتفجر يتبخر ويبدأ بالتمدد مثل الانفجار النووي، ما عدا أن كتلته أضخم ويبقى يتحرك. لذا فالانفجار فوق تونغوسكا انتشر فوق مناطق شاسعة.
عرفنا أنه بالرغم من انفجاره على ارتفاع شاهق ظل الانفجار يهوي للأسفل. كل الصخور الذائبة والمتبخرة ظلت تهوي للأسفل، ثم تباطأت وتوقفت على بعد عدة كيلومترات من سطح الأرض. هذا اللون الأزرق يمثل موجة الصدمة، وهي التي تحمل الطاقة الميكانيكية للأسفل، والرياح البالغة السرعة ذات الطابع الإعصاري، فعندما تضرب الأرض تبتلع الأشجار من جذورها. إن النموذج القديم استخدم انفجارا ثابتا، وهذا ناتج عن نيزك بطول 60 مترا. لكن جسما متحركا قد يكون أصغر بكثير، لكنه أحدث الدمار نفسه. قد يكون نيزك تونغوسكا بحجم 30 مترا وأحدث ذلك المقدار من الدمار. صدمت اكتشافات بوزلو المجتمع العلمي. هناك الكثير من النيازك الصغيرة في مجال مسار الأرض أكثر من النيازك الضخمة، واحتمال التعرض للاصطدام بأحدها وارد أكثر مما توقعنا. اعتقد العلماء لفترة أن نيزكا بطول 200 متر ضرب منطقة تونغوسكا، وصخرة بهذا الحجم تصطدم بالأرض بعد عدة آلاف من السنين. لكن الآن بدلوا رأيهم وصغروا حجم النيزك ل30 مترا. هذه النيازك تصطدم بالأرض مرة كل عدة مئات من السنين، آخرها كان ذاك الذي اصطدم بالأرض في منطقة تونغوسكا عام 1908. السيناريو الأكثر احتمالا هو نيزك بحجم نيزك تونغوسكا وله التأثير المدمر نفسه. إنها لعبة حظ، فقد لا يصطدم بالأرض أي نيزك لعدة مئات من السنين، وقد يقع الاصطدام غدا. لحسن الحظ حدث الاصطدام في منطقة خالية من السكان، لكن في عالمنا اليوم قد لا نكون محظوظين كالمرة السابقة. من المهم اكتشاف ومراقبة النيازك الضخمة لما تشكله من أخطار على كوكب الأرض، لكن من النتائج التي توصلنا إليها ينبغي مراقبة النيازك الأصغر حجما كذلك. لكن السؤال هو: ماذا فعلنا؟ وماذا نفعل لحماية أنفسنا من النيازك، صغيرة كانت أم كبيرة؟ عام 98 طلب الكونغرس الأمريكي من وكالة ناسا أن تفعل شيئا بهذا الخصوص، فعين فريقا لمراقبة النيازك والإبلاغ عن أي واحد يشكل تهديدا للأرض. أول خطوة كانت تحديد النيازك التي يزيد طولها على 900 متر، وهي التي تشكل خطرا على كوكب الأرض بأسره لو اصطدمت به. حتى الآن تم تحديد 1100 نيزك من هذا الحجم. إن مرصد كاتالينا ستيوارت في جامعة أريزونا هو جزء من شبكة المراقبة سبيس جارد. يمشط صائد النيازك إد بيشور وفريقه السماء بحثا عن هذه النيازك العملاقة. ما نحتاجه هو تمشيط السماء 4 مرات كل 40 دقيقة. يأخذ الكمبيوتر 4 صور تلسكوبية للمنطقة نفسها من السماء. النجوم تبقى ثابتة في مكانها، لكن الأشياء القريبة من الأرض أي النيازك تتحرك في الصورة. هذه مثلا صورة لأول حقل راقبناه للتو. هذه الصورة الثانية، ثم الثالثة والرابعة. عندما تبدأ الوميض فذلك يعني أن هناك جسما يتحرك، ومن طريقة تحركه ربما كان نيزكا. لا يوجد أي نيزك مما اكتشف حتى الآن في مسار اصطدام مع الأرض. بناء على المعطيات السابقة عن الاصطدامات الهائلة، فإنها لا تتكرر إلا كل نصف مليون سنة. لكن ماذا عن النيازك الأصغر حجما مثل تلك التي محت حضارة شعب كلوفيس من الوجود، أو التي انفجرت فوق تونغوسكا؟ حاليا لا يهتم بيشور بالبحث عنها إطلاقا. هناك الكثير من النيازك الصغيرة، لكن صغرها لا يعني أنها لا تشكل خطورة. نعتقد أن النيازك التي بلغ قطرها 90 مترا أو أكثر قد تشكل مخاطر جسيمة للغاية. يبدو أن علماء الفضاء مصممون على تعقب هذه النيازك الصغيرة كذلك. من بينهم رجل ليس غريبا عن مخاطر الفضاء، إنه رائد الفضاء في برنامج أبولو وطيار تجارب ريستي شويكارت.
من المهم أن نبدأ البحث عن هذه النيازك الكبيرة، وهي ضخمة قياسا بالدمار الذي تحدثه، فنيزك بطول 30 مترا إلى 45 مترا ويسير بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة قد يحدث دمارا هائلا على كوكب الأرض، فهو ضخم قياسا على الدمار الذي يحدثه. كلما صغر حجم النيزك كلما أصبح اكتشافه أصعب. إنه يسبح في الفضاء بسرعة تتجاوز 80,000 كيلومتر في الساعة الواحدة، ويصعب تعقبه. لأننا كنا نبحث عن النيازك الكبيرة حتى هذا التاريخ، فتلسكوباتنا الحالية غير مصممة لتعطينا معلومات عن هذه النيازك الصغيرة. إن تعقب النيازك الصغيرة يتطلب أجهزة رصد خاصة وتلسكوبات متطورة لا نملكها حاليا، وبحاجة لتطوير قد يستغرق سنوات، لكن في أحيان متباعدة يحالف الحظ علماء الفلك. ففي عام 2004 التقطوا جرما يتحرك في السماء، ولدى التدقيق تبين أنه نيزك يبلغ طوله حوالي 274 مترا. أطلق عليه باحثون اسم أبوفيس نسبة لإله الشر عند قدام المصريين. إنه كبير بما يكفي لتدمير منطقة بحجم ولاية تكساس وهو يتجه نحونا. عام 2004 وفي مرصد كيت بيك في أريزونا حدد العلماء نيزكا صغيرا بدا أنه في مسار اصطدام مع الأرض. سمي أبوفيس ويبلغ طوله نحو 274 مترا، أي حوالي 10 أمثال حجم النيزك الذي سقط في صحراء أريزونا وخلف حفرة كبيرة وعميقة. الدكتور ريتشارد بنزل يراقب مسار النيزك. إن اصطداما بالأرض يحدثه نيزك أبوفيس يحدث دمارا موضعيا بحجم بلد كفرنسا، والدمار يكون عادة كارثيا. بناء على معطيات الرصد المتوفرة، يعتقد العلماء أن هناك فرصة كبيرة ليصطدم بالأرض عام 2029، وهذا يعني أنه يشكل خطرا حقيقيا. يحتاج بنزل لمعرفة مكونات أبوفيس، وهو يعكف على دراسة النيزك من وصلة بعيدة المدى مربوطة بمرصد موناكي في هاواي. إن الجهاز الذي نستخدمه هو مقياس الطيف، فالمعادن المختلفة الموجودة في النيزك لديها خاصية امتصاص موجات الضوء وهي بصمات مكوناته، فبدراسة موجات ضوئه نعرف المعادن التي يتكون منها. لا يتشابه نيزكان في التركيب إطلاقا، معظمها مؤلف من كتل صخرية، لكن بعضها مؤلف من كومة حطام، لكن السواد الأعظم منها مؤلف من الصخور، والبعض منها يحتوي على المعدن. تبين أن أبوفيس مكون من الكوندرايت وهو نوع من الصخور. نعتقد أن أبوفيس هو من نوعية هذه الصخرة الصغيرة نفسها، إنه مكون من صخور الكوندرايت، والجيد في الأمر أنه يمكننا معرفة خواص النيزك في المختبر، وإن كبرنا حجم هذا الحجر ليصبح بحجم أبوفيس فسنعرف أنه بطول 274 مترا ويزن حوالي 20 مليون طن. أما الطاقة التي سيولدها لدى اصطدامه بالأرض فتبلغ حوالي 375 ميجا طن. إنها أقوى ب20,000 مرة من القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. عند حساب سرعة هذا النيزك ومساره يصبح بإمكان العلماء التنبؤ بمساره بدقة أكبر. إن المعطيات الجيدة تقترح أن النيزك البالغ طوله 274 مترا اتجه نحونا، لكنه سيخطئ الأرض بما لا يزيد على 30,000 كيلومتر. بالمقاييس الفلكية إنه خطأ لا يعتد به، لكن لو كان مساره يحتم الاصطدام بالأرض فماذا بإمكاننا أن نفعل؟ إن الحل الأسهل هو ضربه بقنبلة نووية. النظرية تقول إن قنبلة نووية قد تفتته إلى أجزاء صغيرة، لكن هذا خطر جدا، فالقطع الصغيرة ستسقط حتما على الأرض، لكنها ستكون مشعة وهو ما يزيد الأخطار سوءا. فبدل أن تلغي القنبلة النووية الخطر تزيده سوءا. سوف تتساقط على الأرض شظايا مشعة تغطي مساحات واسعة وتحدث دمارا أوسع.
أحد العلماء تنبه لخطر هذا السيناريو، وهو الدكتور ماسيميليانو فاسيل من جامعة غلاسكو في اسكتلندا. تجري الأمور كما يلي: ما يحدث لدى تفجير النيزك في الفضاء بقنبلة نووية هو أنه بدل النيزك الواحد يصبح لدينا نيزكان أو 3 وربما أكثر. يحاول العلماء الجاهدين البحث عن حل أفضل. اقترحوا إلصاق محركات صاروخية به لدفعه بعيدا عن مساره، أو استخدام أجنحة تعمل بالطاقة الشمسية لحرف مساره. إنها احتمالات تبدو أقرب للخيال العلمي، لكن العلماء يضعون ثقلهم الآن في حل أكثر واقعية، وهو دفع النيزك خارج مسار الاصطدام بالأرض. وأطلق على المشروع اسم دون كيشوت. في قلب المشروع محلل الرحلات الفضائية كريس ساوندرز من مختبر كوينتك في إنجلترا. يتلخص مشروعنا في الاصطدام بالنيزك وتغيير مساره بعيدا عن الأرض. تقول النظرية إنه إذا تلقى النيزك دفعة قوية من مسبار فضائي فقد يحوله عن مساره. يجب أن يكون واقعيا لأن الناس نفذت عملية مماثلة. في 12 من كانون الثاني يناير من عام 2005 أطلقت المركبة الفضائية ديب إمباكت، وكانت مهمتها الاصطدام بمذنب تمبل واحد وهو بحجم نصف مانهاتن. تجتاز ديب إمباكت مسافة 450 مليون كيلومتر من الفضاء. في 4 من تموز يوليو من عام 2005 يصطدم المسبار الذي يزن 372 كيلوغراما بالمذنب بسرعة بلغت 37 ألف كيلومتر في الساعة. إنها إصابة مباشرة، لكنها لم تحرف المذنب عن مساره. أظهرت التجربة أنه من الصعب حرف جرم كبير عن مساره، لكن ساوندرز يؤمن بأن بالإمكان استخدام التقنية ذاتها لتغيير مسار نيازك أصغر حجما، أي أقل من 300 متر طولا. يخطط فريق دون كيشوت لإطلاق مسباره في العام 2011 بمساعدة وكالة الفضاء الأوروبية. سوف يستخدمون محركات تعمل بالأيونات المشحونة لدفع السفينة للفضاء. المفهوم الرئيسي لمشروع دون كيشوت هو قياس النيزك قبل وبعد الاصطدام، ولذلك يجب إيصال مركبة فضائية تخرج إليه لتحدد القياسات، والحل الوحيد هو استخدام محركات الأيونات المشحونة. يتألف مشروع دون كيشوت من مركبة فضائية بمرحلتين: جزء مخصص للاصطدام بالنيزك، وجزء يدور حوله ويراقب ويسجل. تغذي الأيونات المشحونة المحرك ليصل إلى هدفه، ثم تتكفل ألواح استقبال الطاقة الشمسية بخلق حقل كهربائي يؤين الوقود المؤلفة من غاز الزينون لخلق قوة طاردة تدفع بالمركبة نحو النيزك بسرعة تزيد على 300 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة. إن الهدف هو إصابة النيزك في أبعد مكان ممكن عن الأرض، لذا فأية دفعة بسيطة قد تحول مساره. تبدأ مركبة المراقبة بالدوران حول النيزك، وتوجه جهاز الصدم نحو الهدف بدقة ستمتد لتنفيذ الضربة الوقائية. قد تحرف الصدمة النيزك مسافة 50 إلى 100 متر، وهذا كاف لإبعاد النيزك عن مسار الاصطدام بالأرض. إذا استطاع الفلكيون تحديد نيزك في مسار الاصطدام بالأرض قبل وقت كاف، فقد يتمكن دون كيشوت من تغيير مساره. لكن هذه التقنية لم تجرب بعد، وبها هامش خطأ كبير. يتفق معظم العلماء على إيجاد خطة دعم في حال فشل الخطة الأولى. لدى ماسيميليانو فاسيل اقتراح ثوري: إنه استخدام ضوء الشمس المركز لتبخير أجزاء من سطح النيزك، بحيث يتكون دفق من نفط الغاز قادر على حرف النيزك عن مساره. إنها نظرية جيدة، لكن المكان الوحيد الذي يتمكن فيه فاسيل
لكن المكان الوحيد الذي يتمكن فيه فاسيل من إجراء تجاربه هو المختبر، وهو يستخدم مختبر الليزر في جامعة غلاسكو لاختبار حجم قوة الضوء التي يحتاجها لحرف نيزك عن مساره. يمكننا رؤية تأثير شعاع الليزر الذي يحرق الصخرة. هذا ما نتوقع حدوثه في الفضاء عندما نركز ضوء الشمس على سطح النيزك. إن التأثير ذاته كما لو أنك ألصقت محركا صاروخيا بالنيزك، لكن الفرق هو أن المحرك هو النيزك ذاته، وهو أنفع الطرق لحرف مسار نيزك بعيدا عن الاصطدام بالأرض. لكن حرف نيزك عن مساره يتطلب من الضوء أكثر بكثير مما يوفره جهاز ليزر. لحسن الحظ لدينا مخزون هائل من الطاقة، إنه الشمس. يقترح فاسيل استخدام مرايا لتركيز ضوء الشمس على النيزك بما يكفي لجعله يتبخر، لكن تحريك نيزك بطول 300 متر أو أكثر وحرف مساره يتطلب مرآة ضخمة، بحيث لا يوجد صاروخ بهذا الحجم الكبير قادر على حملها إلى الفضاء. ما الحل إذن؟ استخدام مرايا أصغر تعمل في وقت واحد. نقترح مجموعة مركبات كل واحدة منها تحمل مرآة أصغر. تتكون المرايا من قطع بقطر 18 مترا مصممة لتركيز ضوء الشمس لإحداث قوة الدفع الناتجة عن تبخر الصخور. من حسنات هذه التقنية أنها تمكننا من رفع قدرة الجهاز للحد الضروري بزيادة عدد الأقمار الصناعية التي تحمل المرايا. وأساس نظرية فاسيل هو أنه لا يوجد نيزك لا يمكن حرف مساره. إن استخدام طاقة الشمس تصلح لكل النيازك بكافة أحجامها. رأينا أنها ناجحة في معالجة نيازك بحجم أبوفيس أو حتى أكبر من ذلك، أي ما هو أطول من 300 متر. ليس المهم أي الطرق تستخدم، فالأهم هو اكتشاف النيزك الذي يشكل خطرا في وقت مبكر جدا لمعالجته قبل فوات الأوان. عندما نقود سيارتنا تكون هناك نسبة 1 على 10,000 لتعرضنا لحادث إذا كنا سنقود سيارتنا غدا، ومن أجل ذلك نشتري التأمين. ونحن نعيش على كوكب الأرض الذي يدور حول الشمس من دون تأمين. لماذا؟ يوما ما قد تتعرض الأرض لنيزك مثل ذلك الذي انفجر فوق تونغوسكا أو الذي دمر حضارة شعب كلوفيس. إن نيزكا بطول 50 مترا قد يقتل عشرات الآلاف من البشر، وما زلنا نجهل الكثير عنها. إن الأخطار وقلة المعلومات أصبحت أكثر وضوحا. في أيلول سبتمبر من عام 2007 كارانكاس البيرو لاحظ السكان المحليون أضواء غريبة في السماء تلاها انفجار ضخم. عثر سكان القرية على فجوة عرضها 15 مترا في الأراضي المرتفعة. يقول السكان المحليون إنها نتجت عن سقوط نيزك، لكن بعض العلماء لم يقتنعوا بالخبر. يعتقد عالم الصدمات بيتر شولتز أنها مجرد خدعة. أول رد فعل لي كان السؤال: هل تمزحون معي؟ هل حدث ذلك فعلا؟ لا يمكن لشيء أن يخترق الفضاء، هذا خيال علمي. إن أول الصور كانت مثل صور الأفلام، حيث سيخرج سوبرمان من الحفرة. كان شولتز قلقا من صغر حجم الحفرة، فنيزك بهذا الحجم لا يمكن أن يخترق غلاف الأرض الجوي، يجب أن يحترق في الجو. في شهر أيلول سبتمبر من عام 2007 شوهدت كرة من نار في سماء أرض البيرو المرتفعة. اصطدمت بالأرض قرب قرية كارانكاس جنوب البيرو. خلفت حفرة قطرها 18 مترا. ذهل الشهود العيان. في البداية اعتقدوا أنهم يتعرضون لهجوم. تطلعنا نحو السماء
ورأينا خيطا من الدخان. في البداية اعتقدنا أنها طائرة حربية، ثم لاحظنا أن شيئا ما يقترب من الأرض ويتجه جنوبا. قال لي العمال إن هناك طائرة خرجت عن السيطرة. خفنا كثيرا، حتى الحيوانات راحت تركض مبتعدة بسبب الصوت العالي. أحد التفسيرات قال إن نيزكا اصطدم بالأرض، لكن كيف يمكن لنيزك بهذا الصغر أن يدخل غلاف الجو الأرضي ولا يحترق بالكامل؟ كان يجب أن يتفتت قبل الاصطدام. سافر بيتر شولتز أحد خبراء اصطدام النيازك إلى مكان الحادث لتحري الأمر. عرفت بالأمر من الأخبار ورأيت الصور، فقلت سأذهب وأعاين ما جرى. لقد أحدث الاصطدام انفجارا رفع كميات كبيرة من الصخور، مما تسبب في إحداث أضرار بمبنى على بعد 50 مترا. واو. Oh, jeez. Oh, my gosh. Wow. مهما كان حجم هذا الشيء الذي أحدث هذه الحفرة، فقد كان من القوة بحيث أطاح ب100 طن من التربة ونثرها في المناطق المجاورة. هذه التربة التي كانت موجودة من قبل، ويبدو أن كل شيء انقلب رأسا على عقب. كل الدلائل تشير إلى اصطدام نيزك بالأرض، لكن شولتز كان متشككا، فهو يحتاج لقطعة منه لإثبات صحة الاصطدام. تتميز قطع النيزك بخاصية المغناطيس. إن الشظايا المعدنية وشكل الحفرة يفيدان باصطدام النيزك. ما مدى كبر هذا النيزك؟ أفاد شهود عيان شولتز بزاوية الاصطدام. الآن يمكنه تحديد سرعته، وقد يتمكن من تحديد حجمه كذلك. في مختبر ناسا يفحص شولتز شظية من النيزك تحت مجهر قوي جدا. روت هذه الشظية القصة الحقيقية للنيزك. الشظية تغير شكلها، وهناك شقوق كثيرة كانت سرعتها حوالي 6 كيلومترات في الثانية، وهذا 4 أمثال سرعة الرصاصة. أصبح لدى شولتز كل المقومات لتقدير حجم النيزك الآن. من هذه المعلومات والزاوية والسرعة تستطيع معرفة حجم النيزك، ويقدر ما بين المتر والمترين. إنه اكتشاف مذهل. فحتى ذلك الوقت كان العلماء يعتقدون أن نيازك بهذا الحجم تحترق كليا لدى دخولها جو الأرض. لدينا هنا نيزك صغير بطول متر إلى مترين استطاع النفاذ من جو الأرض إلى سطحها. كيف حدث هذا؟ لم يكن ليدخل جو الأرض ثم يسقط على الأرض بقوة. كيف استطاع النفاذ والاصطدام بالأرض؟ ما زال الأمر غامضا. إذا كان نيزك صغير في كارانكاس قد أحدث هذا الدمار، فماذا لو سقط على مدينة آمنة؟ وكم كان سيقتل من البشر؟ هل سيقتل البشر؟ نعم، الساعة تدق، إنه قادم. إنه ليس أحد عمالقة النيازك، فلو سقط على مدينة نيويورك لأحدث أضرارا فادحة، ولو ضرب سطح أحد المباني العالية لثقب 4 أو 5 أدوار قبل أن يتوقف. ما حدث في البيرو يشبه رمي كرة بسرعة فائقة. يعتقد ريست شويكارت أنه آن الأوان لأخذ مخاطر النيازك الصغيرة بجدية. لا نستطيع منع إعصار استوائي من الحدوث، أما الفيضان فيمكن أن نعمل شيئا ما لمنعه. يمكننا تنفيذ أعمال تلطف وتخفف من وقع حدوث كارثة طبيعية. يمكننا منع هذه الكوارث إذا أنجزنا ما يتوجب علينا لمنع النيازك من الاصطدام بالأرض. لا يوجد شك أنه يوما ما سيهدد نيزك ما كوكب الأرض.
والسؤال هو: هل نحن مستعدون للتعامل معه وفي المستقبل